السلام عليكم. شنو هو الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة؟ بزاف ديال الناس تيسمعوا بهاد الكلمات ولكن ما تيعرفوش الفرق بيناتهم. اولا القانون المغربي تيقسم الجرائم لثلاثة ديال الانواع. النوع الاول هو الجناية، واللي تتعلق بالجرائم الخطيرة اللي تضر بالحياة ديال الناس ولا بالاموال ديالهم، بحال مثلا القتل العمد، الاغتصاب، الارهاب، واللي العقوبة ديالها تتكون من 5 سنين ديال السجن حتى الإعدام. المغرب راه باغي يحيد هاد العقوبة ديال الإعدام ويعوضها بالمؤبد، واخا ما بقاش تطبق من 93. المهم ما علينا. النوع الثاني من الجرائم هو الجنحة، هي اللي تتكون العقوبة ديالها من 3 شهور حتى ل5 سنين ديال الحبس، والغرامة تتفوت 1200 درهم. وكأمثلة على الجنح مثلا السرقة البسيطة، الضرب والجرح العادي اللي ما يتسببش عاهة، والسكر العلني. وكاين بزاف ديال الجناح اللي ممكن تكون اما تأديبية او لا ضبطية. المهم النوع الثالث من الجرائم هو المخالفة، وهي ابسط نوع ديال الجرائم، واش كيعرفها وكتهم التصرفات اللي فيها خرق بسيط للقانون، بحال حركتي الضوء الاحمر، ما درتيش حزام السلامة، سخن عليك راسك، ودرتي الصداع والهلالة في مكان عام. هنا غيجيو الخوت ديالنا بطبيعة الحال اللي هما البوليس ويديوك تبات عندهم فابور بطبيعة الحال. والمخالفة تيعاقب عليها القانون بقل من شهر ديال الحبس، والغرامة كتكون فيها ابتداء من 20 درهم حتى ل 2000 1200 درهم على حساب الدرجة. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو. الى عجبك المحتوى اشترك في الصفحة وما تبخلوش على خوكم بالبارطاج، والله يعافينا ويعافيكم من هذه الجرائم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.